رغم ظهورها لدقايق قليلة على الشاشة، لكن الفنانة فتحية قنديل تركت بصمة مميزة من خلال الأعمال الفنية القليلة اللي شاركت فيها، وحققت نجاح ملحوظ منذ دخولها الفن في السينما والتلفزيون والمسرح بأعمال مميزة زي مسلسل أهلا بالسكان وفيلم موعد مع الرئيس وفيلم عصفور له أنياب. بالرغم من موهبتها وقدرتها التمثيلية الرائعة، إلا أنها لم تنل حظها من الشهرة والنجومية التي تستحقها. اسمها بالكامل فتحية أحمد قنديل، ممثلة مصرية. اتولدت فتحية قنديل في منطقة السيدة زينب لأسرة متوسطة الحال. عندها أختين هما فايزة وفادية، ودرست الهندسة في جامعة القاهرة. أثناء دراستها في الهندسة شاركت في بعض المسرحيات على مسرح الجامعة. بعد تخرجها التحقت بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، واتخرجت منه دفعة 1989. بدأت الفنانة فتحية قنديل مشوارها الفني من خلال دور صغير في مسلسل مسعود ومنحوس سنة 1972، وشاركت بعدها في مسلسل الفارس العاشق، وكان أول عمل سينمائي لها هو فيلم وصية زوجتي سنة 1984. واتولد بعد ذلك أعمالها الفنية بين السينما والتلفزيون، اللي وصل عدد إلى ما يقرب 100 عمل فني. ومن أشهر أعمال الفنانة فتحية قنديل في السينما أفلام وصية زوجتي والوزير جاي وفقراء لكن سعداء، المخبر، الطوق والأسورة، عصفور له أنياب، البوليس النسائي، دقات على بابي، المرشد، موعد مع الرئيس، دنيا عبد الجبار، والرقص مع الشيطان. قدمت للدراما التلفزيونية العديد من المسلسلات، أهمها أهلا بالسكان وحواديت زمان والبحث عن السعادة وشقة الأقدار وعلى أصل دور وبرج الأكابر وزنكلوني وأباه وأبناء وفوازير المناسبات، رحلة إلى الشمس وألف ليلة وليلة وللعدالة وجه آخر وشموع لا تنطفئ ويوم عسل ويوم بصل. كمان قدمت على خشبة المسرح مسرحية وحيدة وهي موعد مع الوزير. كانت آخر أعمال الفنانة فتحية قنديل مشاركتها في مسلسل قلوب تائهة سنة 2006 مع الفنانة راحلة خيرية أحمد والفنان الراحل إبراهيم يسري. ابتعدت عن الفن تماما منذ ذلك الوقت وحتى الآن لما يقرب ال 17 سنة بسبب ضعف الأدوار المقدمة لها. وفي آخر حوار صحفي لها قالت إن مشواري كان صعب لأني بحب الفن المحترم، ولكني سعيدة جدا باللي قدمته، فالمعاناة تثقل الإنسان وتعطيه خبرة وتجعله قويا وتجعل لنجاحه طعم ولون. فالحمد لله، فقد كرمني مهرجان التلفزيون بالجائزة عن مجمل أعمالي، وهذا شيء أسعدني كثيرا. متعها الله بدوام الصحة.